فنزلت بوشي، يعني يعتبر الحته دي اللي فرملت بيها. استاذ ادهم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ممكن حضرتك تكلمنا عن تفاصيل الحادثه اللي حصلت وتفاصيل العمليه اللي حضرتك عملتها مع دكتور اشرف والريزلت بتاعتها؟ بصي، وانا كنت في طريق صحراوي، فجأة طلع مطب قدامي فملت بالموتوسيكل بتاعي من غير قصد، فنزلت بوشي، يعني يعتبر الحته دي اللي فرملت بيها. فكان عندي كسر فوق الحاجب وقاطع فوق ما بين الحاجب والعين، وشركه في الفك، وكسر في عظام الوجه، ونزيف داخلي في الرئه، ونزيف داخلي في المخ. قعدت فتره كنت في الرعايه المركزه وطلعت، فبالصدفه كشفت جنبنا في عياده، لقيت دكتور اشرف، عرفت صدفه. كنت خايف جدا بعد ما قال لي العمليه، ويعني اول مره اخش عمليه برضه. دخلت العمليه معاه وطلعت منها على خير الحمد لله، وشفت احسن نتيجه معايا بصراحه. دخلت العمليه معاه وطلعت منها على خير الحمد لله، وشفت احسن نتيجه معايا بصراحه. والفتره اللي بعد العمليه كانت سهله؟ يعني حضرتك مثلا قعدت قد ايه عشان تتعافى تماما؟ غالبا شهرين، ورجعت طبيعي تاني. حضرتك راضي عن نتيجه العمليه ومبسوط بيها؟ طبعا 10 من 10 اقول لك. ميرسي جدا، حضرتك نورتنا يا استاذ ادهم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ميرسي جدا.